السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو هذا تكونوا في احسن الاحوال، وسمحوا لي بزاف كنتعطل عليكم بزاف. السبب الاول انتم عارفينه، عدم التفاعل. ما كاينش التفاعل، ما كاينش البارطاج. كاينين الناس الله يجازيهم بخير دخلوا عندي وخلوا لي كومونتيرات زوينه، كنقول لهم شكرا 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 بزاف، ولكن والو التفاعل رغم انني كنبذل مجهود باش اي حاجه شريتها، اي حاجه استفدت منها، انا كنبغي كلشي يستافد منها. كنتمنى اللي اول مره كتدخل عند القناه ديري ابوني وتفعيل الجرس باش يوصلوا كل جديد. كنوعدكم انني دائما غادي ندير ما بجهدي باش نوصل لكم اي حاجه شريتها لقيت فيها ثمن مناسب. بما انه رمضان على الابواب، ما تنساوش البنات كرتونه رمضان، هضرتها معكم العام اللي فات. دابا ان شاء الله حتى غادي نبداو كرتونه رمضان، مع انني تعطلت شويه على كرتونه رمضان، المفروض كنبداها بكري، ولكن هذا العام كاينين ظروف خاصه. المهم غادي نشاركها معكم باللي قسم الله، ماشي كنقول لكم جمعوا كرتونه رمضان يكون فيها اللي قسم الله نجمعوه، وكل واحد وجهدو، كل واحد والقضيه ديالو، كل واحد شنو كيستعمل ولادو في رمضان. ماشي ضروري كلنا نجمعوا نفس الشكل، نفس الكرتونه، نفس المهم اي حاجه. المهم اول حاجه كنكونسونطراو عليها هي الاساسيات: الزيت، السكر، اتاي، قهوه. المهم هادشي هو الضروري في كرتونه رمضان. ونبداوها هكا على اتساع باش ما كيجيناش رمضان شويه كتجيناش حيت كيكون فيه الصيام بزاف، واخا كنضلوا صايمين. بعض الناس غيقولوا لي شهر العباده، هي شهر العباده، ولكن راه وليدات لك انا كيصوموا داكشي، راه ضروري من شويه ضروري من الماكله حتى هي شهر العباده. والله يدخلنا، الله يوصلنا ليه سالمين غانمين، لا فاقدين ولا مفقودين. غادي نشارك معكم حتى الكرتونه ديال رمضان. واخا بزاف الناس كيقولك فين رمضان، راه غمضي عينك حليها انت في رمضان. الواحد يدير الاحتياطات ويدير باش ما يجيش الصير بزاف في رمضان ويكسر عليه المصاريف، ويحاول باش ما يمشيش كاع. يحاول اي حاجه تكون عنده منها، واخا باش البدايه. ماشي ضروري كنقول لكم رمضان كله يكون عندكم هي باش تبداو واحد 10 ايام ولا 5 ايام بلا كثره الصير، بلا شحال من حاجه. المهم اليوم كما كتشوفوا مشيت تقديت وحاجه بسيطه، ماشي شي حاجه كثيره، ماشي بحال المقضيات اللي مولفه كنشارك معكم. وكنوعدكم انني غنشارك معكم اي مقضيه. المهم دابا تقديت هي شي حاجه، وقلت علاش لا ما نشاركهاش مع المتتبعين ديالي باش حتى هما يستافدوا. اول حاجه غنشارك معكم هما هاد لي بواط هادو غزالين البنات. هانتوما راه شكلهم شاكرهم، ماشي اشهار ماشي اشهار. بالنسبه لهذه فيها 500 غرام، نص كيلو كما كتشوفوا. وكاين فيه جميع الانواع ديال لي باط، جميع انواع. وهذا راه القمح وجربتها وراه حليت منها. بالنسبه للشعريه غزاله البنات، هانتوما هذه راه حليتها، راه جبت تقريبا شي 10. هانتوما شوفوا كي دايره ديال القمح ممتازه، ماشي اشهار الشركه، ماشي شي حاجه. جبت الشعريه، جبت هذه، جبت هذيك الاخرى مجعبه. المهم هادو قضيت بهم، هادو اللي بقاو عندي، وانا نقول علاش لا ماشي نشارك معكم باش نتوما تمشيو تستافدوا. بالنسبه لهادو البنات عند السعيد الغني عن التعريف، راه كلشي ولا كيعرف السعيد اللي في الامام مسلم، راه عنده حاجات اللي هما زينين، لاضات جديده، كلشي عنده زين. والناس اللي مشاو استافدوا راه كلهم خلاو لي كومونتيرات زوينه. بالنسبه للسعيد راه كاين حدا الامام مسلم. بالنسبه للناس ديال مراكش، السوق ديال الامام مسلم اونفاس معاه، الزنقه اللي اونفاس مع الباب الرئيسي، تما كاين السعيد. كتدخلوا مع ديك الزنقه اللي سولتو على السعيد راه غني يعني التعريف، غتلقاو الزحام بيبان لكم منين ومنين السعيد، وكيدير اثمنه جد مناسبه. كنتمنى حتى نتوما تمشيو تستافدوا. بالنسبه كما قلت لكم هذه داير ليها 6 دراهم، ولكن المفاجاه اللي غادي نقول لكم دابا هي الا خديتي خمسة ديال الباكيات من اي باط بغيتي، سواء لا كما كتشوفوا هادو سباكيتي. هانتوما شوفوا سباكيتي كيفاش داير. بالنسبه لهذه راه كيبيعوها حتى 12 درهم في متاجر كبرى بدون ذكر الاسماء. ماشي اشهار البنات، وماشي يعني اي حاجه جربتها، لان كما قلت لكم راه جبت 10 وعطاني جوج. اي 5 بحال مثلا بحال كيطلعوا عليكم هادو ب 5 دراهم، واخا هو حطهم في 6 دراهم، ملي كتاخدي 5 من هادو ولا 5 مخلطين، المهم كلهم يكونوا بنفس هاد الماركه هذه،
راه كيدير مع كيزيدكم وحده فابور. هذا هو البرومو اللي دار السي سعيد. هاد لي باط هادو ولكن غزالين، هادو بعدا مسدودين في ميكاتهم بلا دات ديالهم، كتعرفيش كتاخدي احسن من هكا. الا كانوا محلولين داكشي ما كتعرفيش شنو فيهم. هادو ماركه مزيانه. خديت هاد الشكل هذا كما كيبان لكم، كنتمنى يكون واضح لكم. خديت هاد سباكيتي غزاله. نتوما كتثقوا في اي حاجه قلتها لكم راه كتجربوها. بالنسبه للناس اللي كانوا تاهما جربوا كاينه بالنسبه للسفه ولي باط ديال كاينه، تبارك الله اللهم بارك، داكشي غزال. ودابا هادو راه احسن منهم، هادو طوب جربتهم، ما كيتعجنوا ما والو، وكيطلعوا عليكم غير ب5 دراهم فقط. كما قلت لكم هي الشعريه خديتها، راه خديت منهم 10. بالنسبه للسكسو حتى هو ها هما كما كتشوفوا، السكسو هذا موين كما كتشوفوا، نفس الماركه حتى هو غير ب10 دراهم فقط. زعما راه كيدير واحد الاثمنه اللي ما غاديش تلقاو في شي بلاصه اخرى. خديت منه هذا الرقيق وهذا الغليظ هذا كما كتشوفوا، حيت انا ولادي شي كيبغي رقيق وشي كيبغي غليظ، كنقسم كندير النص غليظ والنص رقيق. هادو راه 10 دراهم. وكاين هذا السكر كلاصي تا هو سبيسيال، ماركه مخيره مزيانه، جربته مره ما جوج ما ثلاثه، ماشي اشهار ليه، انما الحاجه اللي هي مزيانه راه مزيانه. الحاجه اللي كنشكرها عليكم راه ديما كتجربوها وكتردوا عليا خبر في الكومونتير. زعما ما تنساونيش البنات في الكومونتير، اي واحد جرب شي حاجه شي منتوج يشارك معنا الاراء ديالو، سواء ايجابي ولا سلبي، مرحبا. انا كنتقبل جميع الاراء ديالكم. اي واحد جرب شي حاجه وما عجباتوش ولا اللي عجباتو حتى لنا شي كومونتير زوين باش تعم الفائده على كل شيء. هانتوما خديت منهم نتاما جوج. هذا السكر كلاصي سبيسيال بالنسبه للناس ديال الحلويات. هذا راه السكر كلاصي سبيسيال مخير في كيلو كما كتشوفوا، وهي ب10 دراهم فقط. بلاصه اخرى راه داير اكثر من الثمن. كما قلت لكم لي باط راه شاركتهم معكم الشعريه، المهم هادشي اللي بقى في لي باط وشاركتو معكم. نشارك معكم حتى هاد الزبده هذه للدا كما كتشوفوا هانتوما. نحيد هادو باش يبان لكم مزيان. هذه كناخذ انا 5 كيلو، كنت كنقسمها انا والوالده، دابا وليت كنستعملها بزاف. هذا في المسمان في المورقات شحال من حاجه للتوراق. هذه غزاله هاد المده. وتصادفت مع غتقداو 5 كيلو ب95 درهم، كتبقى اقتصاديه ورخيصه. 95 درهم هذه. بالنسبه للمسمان داكشي راه كتجي رائعه، احسن من بعض الماركات الاخرين. بغيتي نحلها كما كتشوفوا، هذه هي الزبده كتطلع اقتصاديه. بالنسبه لهذيك البواطه الصغيره اللي كنشريو ديال اللذه، ديك الباكيه الصغيره كنشريوها ب 8 دراهم، وبعد المتاجر كيبيعوها حتى 9 دراهم، كتطلع غاليه. هذه كتطلع لك الرابعه بحال قلتي ب5 دراهم. هاد 5 كيلو 95 درهم، الا قسمتيها كتعطيك 19 درهم، كيطلع لك الكيلو كامل ب 19 درهم. اذا هذه كتبقى اقتصاديه احسن من داك البواط دوك الصغار، وكتدي لك مده طويله. كتقطعيها مربعات، كنقطعها كنحطها في الباب مجمد، وقت ما بغيت شي حاجه كنجبدها. حاولوا تستغلوا بحال هاد الفرص هادو، هكا كيكونوا رخاص. بالنسبه دابا رمضان داكشي راه كلشي ولا كيغلى، هادشي تبارك الله اللهم بارك، كلشي ولا غادي في الطلوع. بالنسبه لينا كنت كنقسمها انا والوالده، دابا الوالده كتبغيها حتى هي كامله كتستغلها، قالت لي صافي هي خدات وحده وانا خديت وحده. 5 كيلو ب95 درهم كما قلت لكم. وبالنسبه للاثمنه الاخرى اللي شاركتها معكم، وهذا هو الفيديوهات اللي غنبقى ندير لكم دائما. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم هذه الزبده قبل ما ننسى، هذه راه غزاله لا في التوراق لا في المسمن، احسن من بعض الماركات بدون ذكر الاسماء. هذه هي احسن ماركه في الزبده بالنسبه للناس اللي كيخدموا هكا في المسمان. هذه راه ماركه غزاله، واستغلوا الفرصه. راه في اتقداو كما قلت لكم الزبده دابا في اتقداو، ممكن هكا جوج خوت يقسموها. اللي ما بغاش ياخذ 5 كيلو ماشي ضروري تاخذوا 5 كيلو، ممكن تاخذوها وتقسموها هكا طريفات كتلقاوها كتطلع لكم بحال قلتي ما كامله 5 دراهم، 19 درهم الكيلو. وفيها كتنفع هكا التوراق، شحال من حاجه كتنفع زينه. مهم كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش هذه ماشي القيديه، هادو هي بعض
ماشي مقيديه كاع زعما تقديتها كامله ماشي كامله. المهم اي حاجه بحال هكا غادي نبدا نشاركها معكم. وراه خديت حتى جنجلان بواحد الثمن اللي هو رخيص. غادي ندير لكم واحد الفيديو خاص باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو. غادي ندير لكم واحد الفيديو ديال واحد الجنجلان غزال خديته بالثمن اللي هو مناسب. استغلوا الفرصه دابا بلا ما نحرقوا المراحل. بقاو تسناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي نحط لكم الجنجلان منين تاخذوه ومنين تشريوه. غنبقى اي حاجه شريتها غادي نشاركها معكم. ولكن كنطلب منكم غير واحد الطلب، الله يجازيكم بخير، البارطاج مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده على كل شيء. هذه هي اول حاجه كنبغي انايا، كنبغي كل شيء يستافد. وفي نفس الوقت القناه ديالنا كتكبر وكتكبر العائله ديالنا. وما تنساونيش البنات ابونيو شي كومونتير زوين. اي واحد جرب شي منتوج من هكا سواء عجبو، انا كنظن كل شيء غادي يعجبو. هذا ما كاينش شي حاجه اللي هنا خايبه اللي وريتكم دابا، لا سواء لي باط سكسو سكر سبيسيال الزبده، هادو كلهم غادي تندموا عليهم. ضروري ما تردوا عليا خبار في لي كومونتير. واي حاجه بتسولوني عليها مرحبا. وغادي نكون عند وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. دابا بقى لي نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.